أخطر حاجة في الفريلانس مش إنك تتعب، أخطر حاجة إنك تتعب وما تاخدش حقك. وصلنا للنهاية بعد الفلوس والملكية والسرية والمسؤولية. الخلاصة، العقد القوي يساوي شغل وإنت مطمن. أول فايدة، الاحترافية. لما تقدم عقد العميل بيشوفك بيزنس مش هاوي، وده يقوي موقفك في التسعير. تاني فايدة، وضوح الرؤية. 90% من المشاكل سببها سوء فهم العقد، بيمنع جملة كنت فاكر. تالت فايدة، الأمان النفسي. لما تبقى ضامن حق، تركز في الإبداع مش القلق. روشتة العقد الناجح، التوازن. لا تكون في صالحك بس ولا في صالح العميل بس. العقد العادل هو اللي بيكمل المشروع. البساطة زائد التوثيق. خلي كلامك واضح. وأي تعديل اكتبه حتى لو بإيميل. افتكر دايماً أنت محامي نفسك، وما توقعش على حاجة مش فاهمها. جاهز بقى تدخل أي مشروع وأنت محامي؟ لو أنتوا على يوتيوب ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ولو على تيك توك ما تنسوش فولو وريبوست. ولو على فيسبوك لايك وفولو. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.